سألني البعض: لماذا ترهق نفسك وتنشر اقتباسات من أجل أناس لا يتفاعلون معك، ومع ذلك لا تعرف أغلبهم ولا يعرفونك؟ فأجبتهم: هناك أناس يتابعونني بصمت قد أتعبتهم الحياة، يبحثون عن كلمة تحيي الأمل في قلوبهم. وهناك أناس يعيشون وسط ظلام دامس يتلهفون لنقطة ضوء واحدة ترشدهم. وهناك أناس رغم بساطة أحلامهم يستحقون السعادة، وكلمة مني قد تكون شعاع الفرح الذي ينير حياتهم. وهناك آخرون رائعون بكل ما فيهم، أسعد فقط لأنني أسعدهم بلا مقابل أو مصلحة. وهناك من قد تغير حياتهم عبارة عابرة تلامس أرواحهم في لحظة ضعف. وهناك من هم في أمس الحاجة لمعلومة حتى وإن كانت صغيرة تضيء لهم طريقا مليئا بالعثرات. أنا من أجل هؤلاء أرهق نفسي، لأنهم ببساطة يستحقون. وجودي هنا ليس للبحث عن تفاعل، بل لأن هناك أرواحا تنتظر كلمات تعيد لهم الأمل وتذكرهم أن النور دائما موجود حتى في أصعب الظروف.